في مادة واقعة منك من ضمن 20 مادة ومحتاج تلمها في أيام معدودة بدون ما تأجل. فبإذن الله في الفيديو ده أقول لك على كام تركاية معينة هتحاول إنك تجيب أعلى درجة ممكنة في المادة دي. أنا كنت بكره الرياضة جدا وما ذاكرتش دراميكا تقريبا طول السنة، وجيت في الآخر ذاكرت يومين قبل الامتحان وجبت فيها 13 من 15. أول حاجة مفيش حاجة اسمها إن هسمع محاضرات تفصيلية، لا، لازم تسمع فيديو كامل مراجعة 5 ساعات 6 ساعات كامل المنهج كامل، وتسمعه مرة واثنين وثلاثة عادي. التركات التانية لازم تذاكر بالمقلوب، بمعنى تبص على شكل الامتحان وانت بتذاكر. ما احنا في وقتها لازم تبص على شكل الامتحان وانت بتذاكر عشان المعلومة اللي تذاكرها تبقى عارف السؤال هيجي عليها ازاي. دلوقتي مفيش فرصة للتدريب والواجبات والامتحانات مفيش. التركات التالتة ودي أهمهم، بصمجة امتحانات آخر 3 سنين في أي مادة. تقريبا الواقع بيقول إن 70% من الامتحان الجديد مش بيطلع من آخر 3 سنين، فتحلهم برضو مرة واثنين وثلاثة وتعرف كل إجابة نموذجية. حتى لو في سؤال أنت مش عارفه ومش فاهمه، معلش أنت هتضطر تعرفه وتفهمه وتحفظه. لا، ما أنت ما تبقاش مذاكر من أول السنة وكمان تتنك. لا، بهزر معاك، أحسن فيما بقى فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. التركايه اللي بعد كده ودي هتلحق منك شويه درجات حلوين، اتقل فصول عليها درجات ذاكرها وافرمها. لو انت عايز الكلام ده ينفع معاك، شيل من دماغك فكره التأجيل تماما، لان كل ما يجيلك فكره التأجيل هتحاول انك تقول ايه، خلاص انا مش هذاكر وعلي نفسه هيقف على الماده دي، انا كده كده هاجلها وانا ممكن اجلها. فالغي فكره التأجيل تماما عشان تعرف تركز في اللي انت هتعمله في الضغط اللي انت هتعيشه في المادة دي. إياك ثم إياك ثم إياك تاني من الشرح التفصيلي اللي ياخد من وقتك أصلا اليوم كله، وفي الآخر مش هتنتج حاجة وأنت معاك أيام معدودة أوي أوي أوي. والله الموضوع مش مستحيل، أيوة ممكن تلحق نفسك في مادة معينة ببعض التركات دي، بس محتاج منك شوية مجهود مضاعف وشوية ذكاء. واخيرا حاول تشير الفيديو ده، وده عمري ما طلبته، بس حاول تشيره عشان زمايلك فعلا ممكن يكونوا واعيين في ماده معينه، وتدوس برضو لايك لان ده بيزيد في تفاعل او زياده وصول الفيديو يعني. وبس كده يا حبايبي، ربنا يا رب يكبر لكم ويسعدكم، والسلام عليكم.